وطبعا ما ينفعش اكون من بورسعيد وما اقولكوش على المنجقونه اللي هي تراث عندنا يا جماعه. المنجقونه البورسعيدي دي اهم حاجه عندنا في شم النسيم، هي وشويه حاجات تانية كتير هقول لكم عليها ان شاء الله في الفيديو. تعالوا نعمل المنجقونه بدون ادوات كهربائيه بطريقه امهاتنا، ناجحه جدا وطعمها خطير. سمي بالله وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وتعالوا على طول نبدا الوصفه، سهله جدا. اول حاجه في بوله هضيف نص كوبايه من الميه الدافيه وعليها كيس خميره فوريه. انا هستخدم الخميره الفوريه، وهضيف عليهم كمان معلقه من السكر وهدوبهم مع بعض وهركنها على جنب. اهم حاجه ان الخميره بتاعتي تكون شغاله، لان المنجقونه عباره عن تخمير. تمام. هركنها على جنب، اتاكد ان الخميره شغاله. لو هتستخدمي الخميره البيره زي زمان، هتستخدمي على الكيلو قطعه خميره بيره قد عين الجمل. في الطبق اللي هعجن فيه نزلت ببيضتين، عليهم ظرفين من الفانيليا. انا هحط بيضتين بس، انا دايما بحط على الكيلو بيضتين بس. عايزه تضيفي 3 بيضات مفيش مشكله خالص. هضيف عليهم بمج الشاي كوبايه من السكر، نفس الكوبايه كوبايه من الحليب. بلاش ساقع، خليه يا اما بدرجه حراره المطبخ يا اما تدفيه، لان احنا مستخدمين سكر حبيبات عشان اسهل عليكي وما اقولكيش سكر مطحون. ودوبيه بقى بايدك مع البيض والفانيليا لحد ما السكر يدوب تماما وكل المكونات تختلط خالص. ممكن لو مش عايزه تستخدمي المضرب السلك، حطي المكونات دي في الخلاط واضربيهم مع بعض كويس برضو لحد ما السكر يدوب. بس انا سهلت عليكم ان انا ما استخدمتش النهارده اي ادوات كهربائيه عشان ان شاء الله تعملوها بسرعه. بعدين الخميره بقت ده شكلها، وطبعا مش هينفع نضيف الخميره غير لما يكون ده شكلها. اوعي تضحي بالعجينه وتقومي ضايفه الخميره غير لما تفور بالطريقه دي. لازم الخميره بتاعتك تكون شغاله ونشطه زي ما حضرتك شايفه بالشكل ده. كده معناه ان لما الجوانه بتاعتي هتخمر وهترتفع وهتورق وهتبقى جميله جدا. اديتها تقليبه مع المكونات السايله. وانا دايما بستخدم دقيق جميع الاستخدامات، بجيبه سايب من عند العطار. بصراحه بثق فيه في كل المعجنات والمخبوزات، حتى شغل العيد كله عملته بالدقيق اللي هو جميع الاستخدامات. بجيبه من حد مضمون يعني، بيبقى بيعبيهولي كيلوات كده في اكياس. هو نوعه كويس جدا، بس هسأل لكم على نوعه ايه اللي هو جميع الاستخدامات. وبجيبه سايب من عند العطار. ضفت كيلو الدقيق كله، طبعا رشه من الملح، وهنبدأ بقى ان احنا نعجن بايدينا. اشتغلنا النهارده المنجقونه بايدينا، ما استخدمناش اي ادوات كهربائيه. وهنبدأ ان احنا طبعا نضيف شويه شويه السوائل. احنا ضفنا ايه السوائل على الكيلو؟ خمرنا اختبار الخميره في نص كوبايه ميه، وحطينا على البيض كوبايه حليب، ومعايا هنا نص كوبايه حليب خدتها العجينه. يبقى الاجمالي كوبايتين. حطينا نص كوبايه ميه في الاول وكوبايه حليب، وكملت عجن لم العجينه بنص كوبايه من الحليب الدافي. معايا هنا بقى كوبايه من الزبده الطريه. بعد ما العجينه لمت ونضفت الطبق، نزلتها بقى على المفرش او على الرخامه او اي سطح تعجني فيه، وباخد بقى حبه حبه من الزبده وبحطها جوه العجينه، وببدا ان انا اعجن. وهوريكي كل مراحل العجن، لان ممكن في لحظه تتخضي وتقولي ان العجينه باظت منك. لا خالص، لما تلاقي العجينه بدات ان هي تقطع كده وتفتول وتبدا تلزق بقى حواليكي في المفرش، هتشوف بص المنظر ده. طبعا ممكن تتسرعي في الخطوه دي وتضيفي دقيق، بس انا صورت لك المقطع ده علشان تعرفي ان العجينه لو حتى لزقت اخدميها في العجن، هتلاقي بصي مش هتلاقي حته لازقه في اي حاجه. العجينه هتلم نفسها زي ما حضرتك شايفه كده، ونضفت المفرش ولمت كل حاجه، ما خلتش فتفوته ونعمت جدا. بس هي بتبقى عايزه شويه ايه، شويه عجن كده وشويه طاقه. بالظبط كده. ممكن كمان يعني تسيبيها 5 دقايق كده مثلا، تاخدي نفسك كده وترجعي تعجني تاني، مفيش مشكله برضو. كل ما العجينه بتغيب في العجن كل ما بتديكي نتيجه احلى. نعمتها بالطريقه دي بعد ما ضفت الزبده عليها، لان طبعا انتوا عارفين المنجقونه طعمها الاساسي هو الزبده. بصوا كمان الفجوات الهوائيه في العجينه من قبل ما تختمر عماله تعمل فقاعات هواء كده. هسيبها بقى في الطبق وهغطيها بنايلون وهحطها في مكان دافي. انا اخدت معايا ساعتين. طبعا التخمير ده بيرجع للفصل اللي احنا فيه، فاحنا طبعا في فصل مش عارفين صيف ولا شتاء، فهي بصراحه اخدت معايا ساعتين. غطيتها بنايلون وحطيت عليها كمان فوط عشان تخمر بسرعه. لو انت عايزه تخمريها اسرع من كده، حطيها في الفرن بعد ما تغطيها، وحطي تحتيها طبق فيه ميه مغليه، والبخار بتاعه هيطلع على الطبق اللي فيه العجينه، هيخمرها لك برده بسرعه. خدت بقى العجينه وخرجت منها الهواء، وهبدا ان انا اقطعها على قد سطح العمل اللي انا هشتغل فيه. وهغطيها بقى بكيس، برضو كيس النايلون اللي انا كنت مغطياه في التخمير هغطيها بيه، لان طبعا بتعمل قشره.
اي حاجه مخبوزات لما بتسيبيها في الهواء على طول بتعمل قشره، وبيبقى شكلها مش لطيف لما تيجي تشكليها. هنعمل بقى شويه اشكال حلوه قوي من المنجقونه. هنعمل الشكل الاساسي اللي هو الشكل اللي بيبقى في البيضه، وهنعمل الضفيره، وهنعمل اللي هي الحلزونه. بصي اندهي بقى الولاد واعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. احلى حاجه فيها بصراحه ان انت ممكن تشكليها اي حاجه، هي اصلا طعم العجينه حلو قوي وناجحه جدا ان شاء الله. والمقادير زي ما حضرتك شايفه بسيطه خالص وبالكوبايه، وهتعجنيها على ايدك. ولو متاخره كده زي حالي قومي فرحي الولاد بكيلو منجقونه، احتفلوا بيه بعيد الربيع. بص ده اول شكل، بنعمل كده 2 رول كده طويل شويه وبنلفه على بعض زي ضفيره ب2 بالشكل ده، وبعدين بقفله برضو من الطرفين بالشكل ده وبلفه حوالين بعضه زي ما هتشوفوه دلوقتي. برضو الحجم ده بيرجع لك، عايزه تصغريها شويه براحتك، بس انا بحب اعملها كبيره كده علشان ايه اللي ياخدها ياكلها بقى وجبه فطار بقى مع كوبايه شاي. وبحط له كمان فيها البيضه المسلوقه ملوناها بالطريقه دي، بتبقى طبعا شكلها مبهج جدا وبتبقى فيها فرحه كده جميله، بتبقى الوان الربيع دي بتبقى مبهجه. ده الشكل العادي اللي هو الحلزوني اللي دايما على طول كان بيتباع على العربيات. ده شكل المنجقونه العادي برضو بيبقى حلو جدا جدا، هي اصلا طعمها حلو. عايزه اقول لكم ان ريحه العجينه لو يعني تتاكل حاف، الولاد حتى وهم بيعملوا معايا قالوا لي ماما العجينه طعمها عايزين ناكل منها، طعمها حلو ريحتها حلوه جدا. لان الزبده طبعا والبيض واللبن فعامله لها قيمه غذائيه حلوه وريحه العجينه حلوه. المنجقونه دي تراث عندنا في بورسعيد وعشق لا ينتهي. وانا بصراحه من الناس اللي كنت دايما وانا صغيره بشبط دايما في المنجقونيه اللي بيبقى فيها البيضه اللي كانت بتتباع على العربيات. ومش هي بس يا جماعه، احنا عندنا في بورسعيد احتفال شم النسيم ده كان ليه طقوس زمان بصراحه. كان عندنا الخطاط خضير كان بيعمل القلمبي، ويعمل زي حدوته كده بالقلمبي، ولازم نروح بالليل ونسهر كده ونتفرج على القلمبي. والبحر بقى من الصبح طبعا. كانت بورسعيد ليله شم النسيم دي مش بتنام فعلا، يعني ما كناش يعني ما كانتش البلد بتنام. وكانت بقى الجيران والاصحاب بيبقوا متفقين مع بعض اللي هم يخرجوا ليله شم النسيم. وبالنهار ما كانش بيبقى فيه مكان في الجناين، بس كانت السهرة دايما بتبقى عند خطير والقلمبي. والمنجقونة دي كانت شيء أساسي، وطبعا الرنجة والفسيخ. وكل سنة وانتم طيبين، وكل عيد ربيع وانتم طيبين. وديت طقوس يعني محافظتنا ولازم أقولها لكم. وهي على فكرة اسمها منجقونة، بس دوت بالعامي بتاعنا. لكن زمان أيام الإيطاليين كانوا طبعا البائع اللي كان بيبيع الفطيرة دي ما كانش بيقول منجقونة، كان بيقول منجا أنا، يعني خد لك واحدة أو خد لك فطيرة. بس طبعا مع مرور السنين احنا سهلناها وسميناها منجقونة. وفي ناس بتقول منجقونة، مع احترامي ليكم احنا بنقول عليها منجقونة يا جماعة. وطبعا في ناس تانية بتقول عليها بريوش. بس طبعا كل الأسماء زي الفل، أهم حاجة إن العجينة النهاردة معانا مظبوطة وناجحة. ودي كمان بنوتي الصغنونة جودي بتعرفكم إن هي بتعمل برضو المنجقونة بشكل حلزوني. طبعا فرحة الولاد بالحاجات دي بتبقى حلوة جدا وطعمها خطير على فكرة. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله. بصوا دي كمان شكل حلو قوي. وزي ما قلت لكم شكل البيضة، والبيضة بتحطيها مسلوقة عشان انا ناس كتير سالتني هنعمل ايه في البيضه. البيضه بتحطيها مسلوقه، عايزه بقى تزينيها بكريز، عايزه تزينيها بفواكه مجففه زي ما تحبي. طبعا انا ببقى يعني العشق بالنسبه لي اللي فيها البيضه دي او الساده، لان بفطر بيها الصبح مع كوبايه الشاي وخلص الموضوع. وادي ضفيره البنوته كمان حلوه اهي. بنسيب بقى المنجقونه بعد ما بنشكلها في الصواني تخمر. اهم حاجه ان انت تخمريها قبل التشكيل وبعد التشكيل. ما ينفعش بعد ما تشكليها تدخليها الفرن على طول خالص، لازم تسيبيها ساعتين 3 لحد ما تلاقيها كده اتنفخت كده في الصواني وقربت لبعض وتضاعف حجمها. الخليط اللي بدهن بيه وش المنجقونه ده، دي معلقه زبده سيحتها على شويه سكر. لو عايزه تحطي صفار بيضه براحتك، بس طبعا انا مش بفضله. بالنسبه لي انا، في ناس بتفضله وما فيش مشكله، على عيني وعلى راسي. بلمع بيه كده المنجقونه. وطبعا المخبوزات عندنا خمرانه وما شاء الله وزي الفل. بصوا اللي فيها البيضه شكلها مبهج ازاي. عايزه اقول لكم كمان معلومه، البيض ده انا لونته بالوان الجل اللي هي اللي بنجيبها من عند العطار، هتلاقوها كتير قوي اليومين دول موجوده كتير قوي عند العطارين. الوان الجل لونت فيها البيضه بعد ما سلقتها. حطيت في كل طبق كده صغير حبه من الوان الجل، وحطيت البيضه، عملت بقى الالوان اللي حضرتكم شايفينها دي. المنجقونه بتتخبز على نار عاليه، بتدخليها على الفرن يكون سخن قوي، نار عاليه درجه حراره 200 علشان ما تنشفش، لان هي اصلا خمرانه ومستويه من قلبها. فيا دوب هي بس بتاخد لون من تحت وبتاخد لون من فوق. ولو لقيتي ان هي خدت لون من تحت واحمرت ومن فوق ما خدتش لون، افتح عليها الشوايه ثواني وخلي بالك عشان ما تتحرقش.
ده بقى الشكل النهائي للمنجقونه بتاعتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، العجينه اللي هي المفتوله، مش العجينه اللي هي عجينه العيش الفينو. اتمنى تجربوها، ويلا الحقوا اعملوا المنجقونه البورسعيدي بطريقتي، وان شاء الله تنجح معاكم من اول مره. وما تنسوش لو عجبك الفيديو لايك وشير لحبايبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته، وكل عيد ربيع وحضراتكم بخير.